السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نبتدي مع بعض فيديو جديد جميل نعمل خميرة بطريقة حلوة. حطينا هنا كوباية حليب دافي، ونزلت كده بالسلطة على الحبيب معلقة بيكنج باودر. ديت الخميرة دي تدعميها دايما في اي حاجة تطلع معاكي ناجحة، اي عجين وباكو خميرة. تابعي معايا الفيديو لحد اخره علشان هقولك على تكات حلوة في طريقة السوا، وتكات حلوة يعني نتيجة هتبهرك ان شاء الله. هنا حطيت 5 معالق سكر، بعدين تجيبي كده ايه بالسلطة على الحبيب معلقة دقيق ومعلقة خل، وايه هتيجي معاكي حلوة ان شاء الله. القرص الفلاحي دي روعة، حاجة كده جميلة، يعني حاجة ما شاء الله ما شاء الله. بصي معلقة الدقيق بقى وتدوبي الخميرة تطلع معاكي ناجحة بطريقة حلوة. المهم بس يكون اللبن دافي. قلبيها كويس، غطيها وسيبيها عشان تعمل معاك الفقاقيع. نخلت انا الدقيق نخلة كويسة وحطيته في الطبق كده. بس السبرياني هنعمل ايه حركة حلوة خالص. الحاجة لما تبقى منخولة ما تكبسيهاش عشان يفضل فيه هوا في الدقيق كده ويفضل معاكي ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا. بصي نجاح الخميرة بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي. على طول مجرد ثواني اللبن مدفياه هنا، معلقة الخل، معلقة بيكنج باودر، وباكو خميرة، ومعلقة الدقيق. حاجة كده دايما لما تيجي تعملي اي معجنات تعملي الخميرة بالطريقة دي تطلع معاكي اللهم بارك ناجحة جدا. الخل ده زي محسن للعجين. المخل انا هنا حطيت معلقتين زيت، يعني 3 معالق زيت ونص كوباية زبدة. بعدين رجعت تاني بعد شوية حطيت معلقتين زيت تانيين، يعني قولي كوباية الا ربع زيت على زبدة، وفلفليهم في بعض كده. او ممكن سمنة على فكرة، وممكن زيت بس الزيت هي احلى تبقى مخلطاهم. ذرة الملح حطيتها على الخميرة. ادعميني بلايك كده وكومنت حلو عشان الفيديو ينجح كده ويوصل لاكبر عدد من المشاهدين. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هتعجبك طعمها اللهم بارك، طلع روعة. ده خليه عامل زي حبات الرمل كده بالزبدة والزيت او بالسمنة والزيت، يعني ممكن تخلطي سمنة على زيت. ريحتها اللهم بارك كانت روعة، مالية البيت عندي، عاملة ريحة اللهم بارك كده، حاجة جميلة. المعلقة الخل محسن للعجينة، وفي نفس الوقت يعني ما بيخليش ريحة الخميرة ظاهرة في الحاجة. بصي اللهم بارك الخميرة عاملة ازاي، حاجة بسم الله ما شاء الله. بقيت السكر اللي في الطبق كده لميه كده، ما تسيبهوش، حلو جدا معاكي، بيدي لون حلو وطعم كمان بتبقى طعمها حلوة، ما بيبقى مظبوط. احنا دقيقنا كيلو دقيق، كيلو ونص دقيق، معانا كيلو ونص دقيق ما شاء الله اللهم بارك. طلع لنا كمية رهيبة، يعني حاجة كده ما شاء الله. دي كوباية لبن رايب، بصي رايب حتت حلوة كده، حاجة جميلة كده. وتخلطيهم بقى مع بعض بالراحة وتقعدي تعجني فيها وقت طويل. انا اصلا ببسها لك كده وبقفل 10 دقايق بعجنها عجين كويس جدا علشان العجينة تعمل عرق وتطلع معاكي حاجة كده ايه ما شاء الله اللهم بارك. العرق يخليها تخمر، بصي اهو
ال10 دقايق اللي قلتلك عليهم. بص بقت عامله ازاي في ايديا، عامله زي الملبن، شايفه؟ طريه جدا وفي نفس الوقت حلوه. بس عامله ازاي ما شاء الله. بصي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، زي الملبن. بصي كده، لايك الحلو فين؟ اللايك فين؟ اللايك فين؟ شايفاكي يا اللي ما عملتليش لايك، لك ربنا يسامحك، اعملي لي لايك. شايفاكي يا اللي لسه ما اشتركتيش في القناه. بص العجينه عامله ازاي. بصي بقى اللهم بارك، هنعملها ايه بقى؟ تفضلي تعجني فيها كويس ونديها حقها، يعني زي ما بيقولي اخدمي العجينه، اخدمي العجينه هتخدمك في الخبيز، بتبقى مريحه جدا وتشكيلها سهل جدا. وهحط لك اللهم صل على كامل النور، الفيديو بتاع العجوه هحطهولك في صندوق الوصف عشان تشوفي العجوه اللي حشينا بيها، جميله جدا جدا. هتيجي دلوقتي معاكي وهتعجبك. تحطي كده معلقه زيت وتدلكيها في الطبق كده، تدلكيها ما شاء الله عليا. معلش يا جماعه انتوا عارفين الدنيا حر بقى. يلا كل سنه وانتم طيبين. بص بقى خمرة اللهم بارك عامله ازاي، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، شايفه؟ بصي عامله زي السفنج، عامله زي الفل. ده بقى ايه؟ معلقه البيكنج باودر ديت انت مش عايزه تحطيها براحتك، بس ده انا بعمله محسن للعجينه. بص العجينه قدامك عامله ازاي، عامله زي الفل، هي مع الخل حاجه ما شاء الله اللهم بارك. انت ممكن على طول تحطي الخميره وتحطي الملح والسكر على الدقيق وتعجني عادي. بس بصي بقى دي القطعه في ايدك عامله زي يعني عجوايه كده، تتاكل وهي عجينه اساسا. بصي ما شاء الله، قرصيها واقعدي اللي فيها كده عشان ما يبقاش جنب عالي وجنب واطي، ويبقى فيها دفيهات كتير، خلي الدفيهات بسيطه. عجبت بنتي بتضحك عليها. ماشي يا أزعة. المهم ايه، انا وريتك كذا قطعه عشان تبقي عارفه الطريقه حلوه. خلي دايما بالنظر، تعملها صغيره تعملها كبيره، ده حسب الرغبه، حسب ما حضرتك محتاجه. ممكن تعملها اصلا صوابع، هي الفكره مش اكتر. بص صلاة النبي عامله ازاي العجينه. انا عجبتني القعده في الشمس، مش عارفه هي عاجبه حضرتك ولا ايه، بس الفكره عجبتني. بصي ما شاء الله كميتنا عامله ازاي. شوفي الخمران ما شاء الله، على بال ما قطعت دولا كان يعني بصي اديكي شايفه، كنت بقطع معاكي التلاتة دول كانت القطعه صغننه قد ايه. بصي كده القطعه اللهم بارك جميله جدا. بصي خمرت يعني حاجه، بصي حاجه ما شاء الله. شايفه عامله ازاي، زي يا نهار ابيض ايه الجمال ده. كده حاجه كده صلاة النبي عليها. الصينيه مدهونه زيت، الزيت احسن من السمنه هنا. بصي حاجه كده عسل اهي، شايفه؟ اعمل معاكي شكل تاني، واحده تانية اوريك العجوه بتاعتنا بقى. العجوه فرحت بيها جدا، طلعت لذيذه لذيذه، عملت معايا شغل جامد في رمضان بصراحه، حاجه روعه. عملت بها كذا وصفه طالعه رهيبه رهيبه. هحط لك اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف باذن الله تعالى. شوفي بقى تحشيها كده. معلش الحر بقى وانتوا عارفين التليفون بغزالة، فايه
حبة سخن وحبة مهنجة حبة كده، اضربيها في الكبة تطلع معاكي بالنتيجة دي، او في الخلاط ما يبقاش فيها اي نوع للبلح اللي هو الابيض اللي من جوه ده. بصي طلع معايا كأنك جايباها جاهزة بالظبط. شايفة؟ تقفلي كويس جدا كده على العجينة عشان ما تتحرقش وما تلفيهاش مادام انت فاردة العجوة كده بالراحة. بصي المنظر كده، بصي الجمال، وتكة واحدة زي العسل كده يا معلم. اللهم صل على النبي كده. بصي كده فردناها اهي. هعمل لك واحدة تانية، معلش بقى لو انا طولت عليكي، بس ايه انا بوريك الفكرة بكل تفاصيلها علشان اللهم بارك ايه تعجبك ان شاء الله، وتدعيلي في كومنت حلو كده. والله العظيم طلعت روعة. طلع انا اصلا بقيت اطلع الصينيه الجيران ياكلوها من ورايا، اطلع الصينيه الجيران ياكلوها من ورايا. رحت قلت لهم يا جماعه استنى اكمل الفيديو كده. عندي جارتي هدير ديت عسل. ايه ده؟ الله اكبر. وتقوم واكله الصينيه. الله اكبر. ماشي ماشي لحد ما اتخانقت معاه في الاخر. يا اللهم صل على النبي، صح عليك كده. فبالهنا والشفا على اللي كل حاجه، وربنا ايه يمر عليه بالصحه والعافيه يا رب. انا وريتك الفكره، هتوكل على الله باذن الله تعالى واكملهم واوريها لك باذن الله. حر ايه موت. بس تعملي علامه كده عشان ايه العجوه الجميله دي عجبتني كده. تاكليها كده عسل، وفي القرص طالعه ما شاء الله اللهم بارك. بصي كده هكمل بقى وهوريك ان شاء الله. بصي عجينتنا الحلوه اهو هنا. بطاطنا دول لحد ما يرتاحوا تدخلي في الفرن واحده واحده على الرف اللي في النص كده، وتقومي ايه اللهم صل على كامل النور. الفرن يبقى سخن. لو ما عملش معاكي وش تولعي الشوايه تعملي لها وش. الفرن معاكي طالع كويس وهتتحمر وتبقى حلوه، يبقى بالهنا والشفا على قلبك باذن الله. عملنا كميه كبيره جدا. بص اللهم بارك سواها عامل ازاي حاجه ما شاء الله، طريه وهشه وحاجه كده زي العسل. بصي حاجه هتعجبك جدا. واللهم بارك. اعملي الفكره وادعيلي. بصي بقى انا بعد ما شفتك هتعملي لي اللايك الحلو. بصي بقى القرصه الجميله دي بقت عامله ازاي وهشه وقطنيه من جوه. بصي بنتي قالت لي اعملي لي 2 بالملبن، فانا بوريكي الملبن. بصي الملبن عجبتني الفكره. عملنا منها بالملبن وبالعجوه وبالسكر والسمسم. يعني طلعت كميه الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. لايك وشير وتفعلي الجرس وتشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وكمان باذن الله تعالى توصلك القطن الحلو ده. بصي هشه وطريه وعامله ازاي من جوه. اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يديم النعمه في بيتك دايما ويديم عليك الخير. بصي العجوه. يلا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.